خلّينا نسوي skin care ونحكي بمواضيع تخص أهلنا، هالقد ما هذا الموضوع تحبونه، فخلّينا نحكي بيه why not. أوكي؟ فاليوم راح أحكي لكم عن موضوع أكثر وأغلب البنات العراقيات. أوكي؟ أني راح أحكي عن العراقيات لأنه أني عراقية أولًا. آمم راح أحكي بموضوع جدًا، جدًا يخص عالمنا العراقي، شعبنا العراقي. أفتخر أني عراقية وما أشبه الجميع، وأفتخر بأن أني كبرت ببلد عربي وكبرت بالUSA أمريكا. أوكي؟ فأريد أحكي لكم إياه. أكثر الناس نرجسية هم العرب. أوكي؟ علميًا بأن كشفوا العراقيين، الرجال العراقيين هم the most toxic people بالكرة الأرضية. أوكي؟ روحوا اسألوا ChatGPT إذا أنتم ما تعجبون، ولو ChatGPT أصلًا منافق. بس المهم أني راح أسوي لكم الskin care وأحكي لكم قصص، بس أشوفكم وأنتم شوفوا وأني أحكي لكم القصة. المهم راح أحكي لكم قصة بأن أني مريت بيها بعائلة نرجسية. أوكي؟ بأكمل الكلام نرجسية. أوكي؟ كبرت بعائلة بأن الحب إله شروط. الحب إله شروط. الحب إله شروط من عائلتي، من أمي، من أبويا، من إخواني. أوكي، فأني صار بيا بأن أني صرت البطة السوداء، يعني الblack sheep بالإنجليزي. فهسه راح مال البطريقة راح مال البطة السوداء، هسه صار البطريق. البطريق اللي راح على الجبل. أوكي، فأنا اللي رحت على الجبل. إذا تحجين أي شي ضدهم أنتي مو زينة، أنتي إنسانة منبذة. أوكي؟ أهلك يبدون يحجون وياك بأن أنتي المو زينة، فدائمًا عند الأهل النرجسية يحسسوك بذنب إذا طلبتي حقك. لازم ما ينحكي، لأنه إذا حكيتي عن حقك وإذا دافعتي عن نفسك يعتبروك أنتي الإنسانة الشيطانة الشريرة. أوكي؟ أنتي مو زينة، أنتي برا العائلة، يعتبروك أصلاً أنتي sooner or later أنتي طالعة برا العائلة، وأنتي إخوانك راح يكرهوك، أختك راح تكرهك. أوكي؟ راح يصير تفرقة بيناتكم. هذولا النرجسية أمرض إنسان بالعالم تقدرين أنتي تشوفيهم. أبداً لا تفكرين إنك أنتي غلط، لأنه دائماً النرجسية يريدون يحسسوك بهذا الذنب بأن أنتي غلط. why؟ لأنه أنتي ما قاعد تسمعين كلامهم. أوكي؟ أنتي ما قاعد تسمعين كلامهم، أنتي مو زينة. فشي يسوون؟ يحبون يحبطوك، يحبون يحسسوك بذنب، يحبون يخلون إخوانك وأخواتك كلهم ضدك. أوكي؟ الأب ما عنده سيطرة على أطفاله. الشي الوحيد اللي هو يقدر يسيطر بيه إذا هذا الفد ضده، هذا الوقت الوحيد اللي يريد يسيطر. بس إذا أنتي تريدين تعيشين حياتك، فأي شي أنتي تسوينه بدون النرجسي يحس أنتي لا شيء، أنتي غبية، أنتي حمقاء. أوكي؟ فنهائيًا أنتي أصلًا ما راح تربحين ويا النرجسي، فلا تتعبين نفسك. فأخاف أنتي عندك أم نرجسية وأبو نرجسي، وباي ذا واي ترى النرجسية بس لابسين قناع باسم الدين، عباية لابسيها باسم الدين. أوكي؟ هم they don't follow الدين، يكذبون ويخونون ويغدرون
أوكي، ويبوقون إذا يقدرون، أوكي، ويسمونه باسم الدين، بين أنتِ طفلتي، أنتِ بنتي عادي and all the stuff، يأذوك، أوكي، it's okay، يسوون كل هذا، it's okay، ظلم يسوونه باسم الدين، يطلعوا لِك حديث من جوا القاع، أوكي، يتلبسونه بالظلم اللي هم قاعد يظلموه. فدائمًا يجون يقولوا لِك الله ما راح يوفقِك إنه أنتِ ما قاعد تقدرين تساعدينه، شوفي أخوك أحسن من عندِك وهو ما عنده وهو قاعد يعطي وأنتِ ما قاعد تعطين، أنتِ مو زينة، أوكي؟ يظلون يلزمون عليك أي شي هو نقطة ضعفِك، إذا الدين هو نقطة ضعفِك مثلًا تخافين لو تحسين بذنب راح يلزموها عليك، أوكي؟ إذا زوجِك أنتِ يحبِك وتخافين من ضياعه وتخافين من عنده، تعرفين شو يسوون؟ يروحون يلزمون زوجِك ويحجون عليك وياه، أوكي، لازم عندهم قوة، أوكي، هم يقولون أوه أنا أريدِك تصيرين أحسن إنسانة بالعالم، this is why إحنا نريد ننصحِك، this is why إحنا جبناك لأمريكا، بس بعدين they flip it they're like إحنا جبناكم لأمريكا لازم أنتم تعطونا، لازم هسه أنتم تشتغلون، وهم يقدرون يمشون. يعني مثلًا أبويا يقدر يمشي ويقدر ياكل ويقدر يشرب ويقدر يحجي ويا أحد ويقدر يسوي كل شي، بس من توصل الشغل there is no شغل، لازم أنت تدفع لي، والله أني كبرتك أني جبتك لأمريكا هسه أنت وقتك أنت تعطيني، هاي نرجسية، وهاي كليتنا إحنا العرب عندنا، خاصةً العراقيين عندهم هذا الشي بأن أني أهلِك غصبًا ما عليك أنتِ لازم تعطيني، أوكي بس إذا أني ما عندي no لأنه أنتِ بأمريكا لازم أنتِ تعطيني. There is no such a thing، أوكي؟ فاعرفي فد شي ورب العالمين قالها بالقرآن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، so ليش أني أعطي فد شي أني ما أريد أعطيه وأني ما أقدر أعطيه why؟ فالنرجسية تبدي، الدين قال هيجي برا الوالدين برا الوالدين، بس أنتِ مو مسوية شي، تحسين بذنب، دايمًا الpeople pleasers البنت اللي تتربى ويا الأهل النرجسية تحس بذنب إذا قالت لأ، تحس بذنب إذا هي رفعت صوتها، تحس بذنب إذا هي ما تقدر تسوي فد شي بس لازم تسويه على مود ترضي أهلها. You don't have to، you don't، مو إلا أنتِ تسوين فد شي، إذا فد شي ما تقدرين تسويه ما تقدرين تعطين مو إلا تسوينه you don't have to. فإذا يضحكون عليك باسم الدين اعرفي بأن it's a lie، ما دام أنتِ لا مصيحة عليهم لا مأذيتهم ولا ضاربتهم ولا nothing، بس قاعد تختارين نفسِك، يعني مثلًا أني، أختي، إخواني، إحنا كليتنا قاعد نعيش على قيد الحياة بس، قاعد نشتغل بس على مود حتى نوصل مرحلة بالحياة، ما راح تقدرين أنتِ تشيلين مسؤولية رجال وعائلة وأنتِ وحيدة. كل إنسان عنده their own responsibility، مسؤوليتك، أنت كأب عندك مسؤوليتك تحافظ على هاي العائلة، تروح تصرف على هاي العائلة، تجيب لهاي العائلة. ابنك إذا كبر وهو ما يقدر يساعدكم وما يقدر يعطيكم ما مجبور يعطيكم، لعبة العقل بأن أوه الله ما راح يوفقك، يحسسونه بذنب بس على مود يعطي فد شي هو ما يريد يعطيه، هاي لعبة من الشيطان، النرجسية هي شيطانية، فأنت ما راح تقدر أنت تسوي هاي اللعبة like you can't. فهذا الفد شي عندنا إحنا العراقيين خاصةً، حتى شبابنا يكبرون يصيرون نرجسية، يحس لأنه أمه كل شي سوت له لازم أنتِ غصبًا ما عليك تسوي له، وإذا أنتِ ما سويتِ له معناها أنتِ امرأة مو زينة، أنتِ مو زينة no no no، لأنه أنتِ ما سويتِ الفد شي اللي هو يريده، الماعون اللي أكل منه هو ما قدر يشيله، ليش؟ لأنه هو اتعلم أمه كل شي تسوي له، أمه تشيل له، لا أنت الرجال شلون أنت تشيل خل أختك تشيل no، كل إنسان لازم يعرف شغله بهذا البيت، أوكي؟ أني إذا ابني يجي يقول لي والله أني ما أشيل خلي أختي تشيل، مثلًا أبويا علمني هذا الشي أرزل أبوه أرزل أبوه رزالة عدلة actually، مو أرزل أبوه، أقول له تعال تعال خلينا نحكي يعني what's going on،
أنت شلون تعلم ابنك ما يصير رجال؟ هي هيج تبدي الرجولة، أوكي؟ هيج تبدي الرجولة بأن يعلموك أشياء أنتِ ما لِج قدر بيها، مجبورة، تحسين بذنب إذا تقولين لأ، تحسين بذنب إذا تقولين لأ، you have to do وإذا ما سويتيها أنتِ بنية مو زينة. No. you don't have to تتزوجين الشخص اللي أنتِ ما تريدين تتزوجينه، أوكي؟ you don't have to تدرسين درس أنتِ ما تريدين تدرسينه. This is why تظلين تسقطين لأنه أنتِ تريدين ترضين أشخاص ثانية people pleaser. people pleaser هم الناس اللي ما يعرفون يقولون لأ، أوكي؟ فتكبرين شو يصير عندك؟ الرجال من يطلب منك شي ما تعرفين شلون تقولين no. أوكي like عقلك يحس بذنب، نفسك تحس بذنب، فحياتك كلها تمشي على رضاء الناس. لما تتعرفين على رجال تحسين بأن أنتِ الحب مشروط، لازم تسوين شي يلا هذا الرجال يحبك. ليش البنات صارن رخيصات؟ because تكبروا ببيئة نرجسية، أوكي؟ الأب نرجسي، الأم نرجسية، الأب ما قاعد يلعب دوره، الأم ما قاعد تلعب دورها، فالبنت الضغط مالت الأب اللي يعطي للأم، أوكي؟ لأن هم نرجسية، فالأب لما يعطي هاي الطاقة بأن أنتِ المسؤولة مو أني المسؤول، لأنه عنده ضعف شخصية، لأنه ما قاعد يحس هو مسؤول من هاي العائلة، ما يقدر. الضعف، شوفي النرجسي دائما ترى عنده ضعف، هو طفل داخله ما متشافي، فهيجي يلعب هذا اللعب، بس انتي عرفي بعقلك هذا الشخص نرجسي، فلا تظلين تحاربين وياه، لان ايش قد ما تحاربين وياه ابدا ما تربحين. راح يجيك بالدين، راح يجيك بلعب، راح يجيك بماضي، راح يجيك بما اعرف شنو، ابدا ما راح تربحين وياه. فهذول الناس مو إلا تحجين وياهم anything، لأنهم ما راح يمشي وياهم it's not going to work. ما راح يمشي وياهم it's not going to work، أوكي؟ فاعرفي هذا الشي، لا تخليهم يظلون يسيطرون عليك. قاعدة أسوي my skin routine قبل لا أنام، بس قلت أحكي لكم بهذا الموضوع. فلما تكبرين ببيئة نرجسية العقل يصير مألوف، الشخص اللي توكسيك ترتاحي له أكثر من ما ترتاحين للشخص الهادي المؤدب المتربي، تقولين هذا كلش بورين أنا ما أريده، هذا ما أحسه يعني أكو فاير. ليش؟ لأنه أنتِ تربيتي ببيئة مؤذية. فليش دائما البنات العراقيات لو البنات الفقراء اللي يعيشون ببيئة فقيرة لو يعيشون ببيئة جوعانة، أوكي؟ نكبر نصير متوحشين، أوكي؟ نصير توكسيك. فأنتِ لازم تستوعبين هذا الشي، ما راح تقدرين تغيرين الماضي، ما راح تقدرين تغيرين أهلِك، always تعرفي هذا الشي. أبدًا ما راح نقدر نتبرى من أهلنا ولا أهلنا يقدرون يتبرون من عندنا، حتى لو يحجون هذا الحكي، هذا بس ضعف شخصية، ما يعرفون شلون يتناقشون، ما يعرفون يقولون تعالوا اقعدوا خلينا نحكي بهذا الموضوع. كل إنسان يعرف الرول مالته بالعائلة، يعرف هو وين المحطة مالته بالعائلة ويسوي قوانين. They don't know how to do this، ما راح يعرفون ولا راح يعرفون، أوكي؟ فالنرجسي شي يحب يسوي؟ دائمًا راح يحبطك، راح يأذيك، راح يقول لك أنا أهتم لمستقبلك، بس مستقبلك اللي هو قاعد يقول لك عليه لازم تسويه هذا الفتشي بأن هو مستفاد منه بصورته، هو صورته شلون راح تبين قدام عائلته، هو صورته شلون راح تبين قدام أهله، أوكي؟ That's all he cares about. قدام العالم شنو؟ بس هو يكذب ويخون ويبوق ويسوي كل شي، أوكي؟ فالنرجسي أكبر منافق بالدين، أوكي؟ يتلذذ بعذاب الأشخاص الثانية، ما يحب الناس سعداء، ما يحب. فأنتِ لما تكونين سعيدة وتختارين فد شي هو يسعدك، حتى لو أمك ما راح تقبل، تريد الفد شي اللي يبين صورتها أجمل، أوكي؟ كهو حجاب لازم تلبسينه، الحجاب فرض بس أنتِ ما مجبورة تلبسينه، أوكي؟ إذا أنتِ تعرفين نفسك دينيًا ما متحضرة للحجاب مو إلا تلبسينه،
أوكي؟ like sometimes أنا كنت صغيرة أنا حسيت قمت ألبس الحجاب بس على مود إرضاء أهلي، مو معناها على مود إرضاء نفسي، على مود إرضاء رب العالمين. I didn't think about that. ما فكرت بهذا الشي. فاعرفي هذول التوكسيك راح يشوهون سمعتك بين اخوانك بين اختك. ماكو اب مسيطر، الاب يسوي manipulation، الام تسوي manipulation، الام اصلا ما تعرف شلون تطلع من هاي العلاقة. مثلا هذا ليش قاعد هيك يقول لي وهذول اطفالي، ما تعرف شلون تخلي حدود. لما انت تبدين تخلين حدود لا تحسين بذنب، مو معناه انت انسانة مو زينة بس لانه اختاريتي نفسك. بس اعرفي بان هم نرجسية، اعرفي شلون تتعاملين وياهم، بان انتي ما تتناقشين وياهم، ما راح تربحين، ماكو نقاش وياهم، لان هم لازم يربحون. انتي اصلا يشوفوك كلش غلط، كلش على بعضك غلط، اوكي؟ لان هم بس اللي يعرفونه ايجو، بس غرورهم، يشوفون غرورهم ونفسهم بس، اوكي؟ الناس العادية، الأم العادية والأب العادي اللي ما أقول healthy، ما أقول صحيين، العائلة الصحية no، بس أقول الناس العادية، راح يخليك تختارين اللي انتي تردينه. الرجال بالبيت، الأب بالبيت هو المسيطر، اللي هو يجيب الفلوس للبيت، هو اللي يقدر يعيش هاي العائلة، هو اللي يقدر يعيش هاي العائلة. الأب اللي هو يكون لازم مسيطر، أوكي؟ الأم هي لازم تكون للداري، اللي تعرف شلون إذا صارت مشكلة تحنن، تسوي طيبة، تسوي بالعائلة حنية، أوكي، تجمعهم دائما سوية. الأخ والأخت لازم always يحترمون بعض. لما تكبرين أنت على احترام راح تطلعين إنسانة محترمة. بس لما تكبرين بعائلة نرجسية مريضة أنت راح تصيرين مريضة. أكثر البنات العراقيات مريضات، الولد نفس الشيء مريضين، ما عندهم طاقة رجولة. مع احتراماتي للعراقيين الشباب الرجوليين، مع احتراماتي، فهذا مو هذا بين قوسين لازم أقول لكم إياه. I know راح يزعج هواية زلام، بس هذا الفشي ما يهمني لأن أنا راح أحكي الصدق، أوكي؟ فإيش قد ما راح تشتكين، إيش قد ما راح تزعلين، إيش قد ما هاي there is nothing is going to help ويا النرجسية أهلك. الشيء الوحيد اللي لازم تسويه، ويجوز أختك نرجسية ويجوز أخوك هم نرجسي and that's okay، اللي عليك تبتعدين وما تسوين ولا نقاش وياهم، لأنه أنتي راح تطلعين مو زينة، أنتي صفر بيناتهم، أوكي؟ أحبك وأشوفك بفيديو ثاني. أريدك تعرفين نفسك، تعرفين ذاتك، حتى لما يجي النرجسي يريد يحاوطك ويريد يحسسك بذنب أنتي تعرفين شلون تجاوبين، أوكي؟ و I love you so much. أشوفكم بفيديو ثاني. باي.